حكيم بن حزام رأى رجلا يبيع حلة ذي يزن، ملك اليمن، أحد ملوك اليمن العظماء، فرأى الحلة فاشتراها وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوالله ما رأينا ذا حلة أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لأسامة بن زيد مولى ابن مولى، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة ذي يزن، ملك من ملوك اليمن، فلبسها أسامة وخرج بها، فرآه حكيم بن حزام فقال: مولى ابن مولى يلبس حلة ذي يزن؟